هاي، انا نهى ناجي ستايلست، جايه معاكم النهارده علشان اعرفكم نلبس السكارفات اللي عندنا في البيت بطريقه مختلفه، كمان كل مره بشكل مختلف. حتى لو لابسه مجرد بيزك ابيض ساده خالص، هوريكم كذا شكل كده وان شاء الله تعجبكم. اول سكارف معانا هو مربع، انا تنيته 2 كده، اوكي، وهوريكم ممكن نلبسه ازاي. ده اول شكل. ده تاني واحد معانا، هو مستطيل طويل. نحاول واحنا بنختار يكون دايما في ماتيريال مختلفة، في الوان مختلفة عشان يدي لوك معانا حلو. ده هنا انا هعمله الفكرة دي، لما بيبقى فيه الوان وفي حاجات بيغير الشكل خالص. تالت سكارف معانا هو المربع الصغير ده لو مش هيتلبس في الحجاب احنا هنستخدمه سكارف وهينفعنا بقى كشكل حلو جدا. شميز الكول بتاعته مفتوحة، وفي ناس بتلبس تربون فبتبقى عايزة تغير وتغطي الرقبة بتاعتها، فانا هوريكم حاجة لطيفة كده وبسيطة. رابع واحد معانا اللي احنا بنلبسه في المصيف كاش مايو، عايزين نخدمه يعني نستخدمه استخدام تاني. بصوا هو مساحته كبيرة ازاي، فهنلبسه بقى بطريقة تانية وبحزام. معانا برضو واحد مستطيل تاني نلبسه كده بشكل اللي هو بقى البيزك العادي. نتني 2 كده، ونحاول دايما زي ما قلت لكم ان احنا واحنا بنشتري اي سكارف يكون الوانه مميزه، علشان هو ده اللي بيغير شكل اللبس خالص وبيخلي يعني انا لابسه ابيض اهو، بيغير شكل خالص مجرد ما حطيته عليه. الالوان بتاعته هي كفيله ان هي تغير اللوك خالص. حبيت اوريلكم شكل جديد للبلاوز والسكارف اللي احنا لابسينه، اللي انا لسه موريه لكم، ان احنا لو لبسنا مجرد فيست نغير منه الشكل. حتى لو انا لابسه السكارف بنفس هياها، بس ممكن برضو اغير الشكل مجرد فيست جاكيت، يعني ندي لوك جديد كده وما نزهقش من الحاجه اللي عندنا. نفس البيزك انا لبست عليه جاكيت عشان لو الجو برد شويه او حاجه، طبعا هو حد ذاته الشكل اختلف، بس لو احنا عايزين بقى ندخل كلر شويه عشان في التصوير ويبقى فيه شكل حلو، فانا معايا شكل مربع كده، اوكي. ده ممكن نحطه بالشكل ده بحيث يكسر الالوان شويه بتاعت الابيض والاسود. ممكن اعمله كده برضو يبقى الشكل ده. اهم حاجه ركزوا وانتوا بتشتروا الالوان الحلوه اللي تغير الشكل وتدي لوك حلو. ما تبقوش متعودين ان انتوا تلبسوا الحاجه بنفس الشكل، وما تعلقوش. يعني لو انا راجعه من بره بلاش تعلق السات ده كله على الشماعه، لان لما تيجي تخرج هتتكسل وهتلبسه هو. فياريت نحط كل حاجه لوحدها علشان كل مره نلبسه بشكل مختلف، كل مره بجاكيت مختلف، كل مره بشال مختلف، عشان يبقى الحاجات اللي عندنا بنلبسها ونلخبطهم كده على بعض ويبان كل مره شكلنا جديد ومختلف.